حكاية فيلمنا بتبدأ على طول مع نهاية فيلم سبايدر مان نو واي هوم، واللي انكشف فيها حقيقة سبايدر مان هو بيتر باركر، واللي كشفه اسمه ميستيريو. مع أحداث الفيلم بنلاقي إن بيتر بيرجع لدكتور سترينج عشان يساعده، وفي النهاية عمل تعويذة اسمها تعويذة النسيان عشان الكل ينسى حقيقة بيتر وإنه يرجع كل الناس للأكوان المتعددة. لكن أثناء التعويذة نحضر بقى قهوتنا ونعمل لايك وسبسكرايب ونكمل الحكاية. طبعا ظهرت شخصيات كتيرة من الأكوان المتعددة، وكان في تحذير من التعويذة، وعلى طول بنروح لفيلمنا واللي بيبدأ بدكتور سترينج بيجري مع أمريكا تشافز من وحش بيحاول يسيطر على قدراتها، والاتنين بيحاولوا يوصلوا لكتاب في شانتي. بيحاول دكتور سترينج السيطرة على الوحش، لكن بسبب الإصابة مش بيقدر يسيطر عليه، فبيفكر إن هو يقتل أمريكا عشان يسيطر على قدراتها بدل ما الوحش يعمل كده، وإن دي هتبقى تضحية منها عشان يقدر يحافظ على توازن الأكوان المتعددة. في النهاية أمريكا بتستخدم قدراتها عشان تهرب من الوحش بمساعدة سترينج، لكن دكتور سترينج بيقوم من النوم بيفتكر إن ده كان حلم، خصوصا إن تسريحته كانت مختلفة في الحلم. وبعدها بيروح حفل زفاف حبيبته كريستين، واللي بسبب إن هو بيدافع عنهم ما قدرش إن هو يتجوزها. وهو في الحفلة فجأة بيسمع انفجار في الشارع وصراخ الناس، وشاف بنت بتحاول تهرب من وحش بيطاردها. طلعت نفس البنت اللي شافها في الحلم. وهنا بيظهر وانغ عشان يقدر يساعد أمريكا بعد ما ستيفن أغمى عليه. بعدها بيحاولوا الاتنين إن هما يوقفوا الوحش. في النهاية بيقدر سترينج إن هو يقتله. وبعدها أمريكا بتقوله إنه ما كانش حلم وكان حقيقة، بس كان في كون تاني مع شخصية تانية من دكتور سترينج. تقوله إن الاخطبوط ده كان بيحاول إن هو ياخد منها قدراتها، واللي هي إنها تقدر تتنقل بين الأكوان المتعددة. كان بيحاربوا معاها دكتور سترينج النسخة التانية، وهتقدر تثبت له ده لما يشوف ان دكتور سترينج موجود معاه لكنه مقتول. فبيضطر هنا ستيفن ان هو يدفن نسخته، وبيعرف ان اكيد في وحوش تانية كتير بتطارد امريكا دلوقتي وانها في خطر والموضوع فيه سحر، ولازم هنا يروح يقابل واندا واللي عايشة مع طفلين من وحي خيالها. بعد ما قابلها دكتور سترينج افتكرت انه جاي يكلمها عشان احداث ويستفو، لكنه قال لها ان هو جاي عشان عايز مساعدتها بخصوص الاكوان المتعددة، وانه لقى بنت عندها القدرة على التنقل بين الاكوان، بس في شيطان عايز يستحوذ على قدراتها، وانهم مخبيينها في كامرتاج. اتفاجئ سترينج انها بتقول له هات امريكا هنا احسن عشان احميها، وطبعا عرف ان واندا اللي ورا كل ده عشان هو ما قالش اسمها قبل كده قدامها. بعدها هنلاقي ان واندا حولت كل المكان لدمار، وطلع معاها كتاب دارك هولد اخطر كتب السحر والشعوذة. وهنا واندا قالت لسترينج انها عايزة امريكا والاكوان المتعددة عشان توصل للكون اللي فيه اطفالها عشان تعيش معاهم. طلبت من سترينج انه يسلم امريكا، ولو مسلمهاش الساحرة الحمراء هي اللي هتيجي تاخدها مش واندا. طبعا سترينج رجع حذر كامرتاش كلها من واندا، واللي فعلا بدأت الهجوم عليهم. حاول كل السحرة ان هم يوقفوها عن طريق الدروع اللي عملوها، لكنها قدرت انها تخترقها. بعدها سترينج حاول ان هو يحبسها جوه الانعكاسات، لكن واندا كمان قدرت انها تخرج منها. وصلت للبنت وقالت انها عايزة توصل للاطفال باي تمن في الاكوان المتعددة التانية، وطبعا سترينج مش هيسمح بده. ودارت المعركة ما بينهم، وكان بيساعد سترينج امريكا وكمان وانغ، لكن واندا قدرت انها تكسبهم. وفي النهاية قبل ما تاخد قدرات امريكا منها قدر سترينج ان هو يحميها، اللي هنا استخدمت امريكا قدراتها وقدرت انها تهرب بسترينج لكون تاني من الاكوان المتعددة. وطبعا سترينج رفض محاولات واندا واللي كانت عايزة تغريه ان هو يقدر يتجوز كريستين في اي كون من الاكوان الاخرى لو اختار ده. وبعد كده وصلوا لنيويورك في الاكوان الاخرى، وعرف من امريكا انها ملهاش اي نسخة في اي كون، لازم يدوروا على نسخته هو عشان يساعدهم. وفي طريقهم حاول بائع بيتزا تعدي عليهم، لكن سترينج عمل له تعويذة انه يفضل يضرب في نفسه. وبعدها وقفوا في مكان شاف فيه ذكرياته مع كريستين اللي كانت جابت له هدية قبل كده وهي الساعة. وبعدها راحوا المتحف دكتور سترينج في الكون ده زي ما قال لهم بائع البيتزا، واللي معمول له تمثال عشان مات وهو بيهزم ثانوس. وبعدها بيظهر موردو عدو سترينج اللدود، لكنه قابلهم بترحيب كبير وعزمهم كمان على شاي، واتكلموا عن الاكوان المتعددة وكتب السحر دارك هولد. وسترينج طلب مساعدته عشان يلاقي كتاب في شانتي، لكنه خدعهم وحط لهم منوم في الشاي. وطبعا كانت واندا في الوقت ده بتستخدم سحرها عشان توصل لأمريكا، وقدرت توصل لنسختها هي مع الأطفال في الكون ده واستحوذت عليها.
وطبعا فرحت بالاطفال جدا. لكن في واحدة من السحرة كانت لسه عايشة وقدرت انها تدمر كتاب دارك هولد، فالسحر طبعا اتفك. وطبعا ووندا هنا حرقتها، وبعدها طلبت ووندا من الساحر الاعلى ان يقول لها كل تعويذ الكتاب. وهنا الساحر الاعلى عشان ينقذ اصدقائه السحرة اللي كانت ووندا بتهدده انها تموتهم، قال لها ان في جبل مكتوب فيه كل التعويذ بتاعة الكتاب، وان الكتاب ده مجرد نسخة. بعدها بنرجع لستيفن وامريكا اللي بيلاقوا نفسهم محبوسين في منشأة للابحاث، ودكتورة المعمل هي كريستين، واللي بتقول لسترينج ان هو في الكون رقم 939 وهو جاي من كون رقمه 616، وانهم قدروا يرقموا الاكوان. وبعدها موردو بيدخل عشان ياخد سترينج عشان يقابل مجلس المتنورين اللي موجود فيه كابتن كارتر وبلاك بولت وكابتن مارفل وريد ريتشاردز. وطبعا بيدخل كمان في النهاية البروفيسور تشارلز، واللي بيقدروا يقولوا لسترينج ان هو خطره اكبر على الاكوان المتعددة من واندا، وانه كان بيستخدم كتاب دارك هولد عشان يتنقل بين الاكوان في الاحلام. ويقدروا يثبتوا له ده عن طريق بروفيسور تشارلز، واللي قال له ان دكتور سترينج في الكون بتاعهم ما هزمش ثانوس، بالعكس ايام ما كان في معركة كلهم اتحدوا عشان يهزموا ثانوس ما عدا دكتور سترينج اللي كان بيحاول انه يحارب لوحده، وكان بيستخدم كتاب دارك هولد عشان يقدر يتنقل بين الاكوان، وانه كان اكبر خطر على الاكوان المتعددة من اي حد تاني. وانهم في النهاية عن طريق بلاك بولت قدروا ان هم يقتلوا دكتور سترينج بتاعهم. طبعا عملوا له تمثال عشان الكون محتاج لبطل عشان يفضل فيه امل للحياة وللخير. وطبعا بعد ما عرف الحقيقة حصل هجوم عليهم من واندا، كل اعضاء المجلس راحوا عشان يحاربوها. طلب البروفيسور تشارلز من سترينج انه يهرب امريكا ويستخدم كتاب في شانتي عشان يقدر يواجهها. حاولت كريستين انها تخرج امريكا، واندا كانت مشغولة في مواجهة المتنورين، لكنها بدأت انها تقتلهم واحد ورا واحد. بدأت ببلاك بولت وبعده ريد على طول، وكمان قدرت انها تقتل كابتن كارتر وكابتن مارفل. حاول هنا موردو ان هو يقتل دكتور سترينج طبعا بسبب كرهه ليه، لكن دكتور سترينج قدر انه يهرب منه. وبنرجع لواندا اللي وصلت لامريكا، لكن البروفيسور تشارلز قدر انه يوصل لها في اللحظة الاخيرة، وكمان حاول انه يسيطر على عقلها عشان يخرج واندا منها من النسخة اللي هي مسيطرة عليها، لكن واندا قتلته في النهاية. وبيوصل سترينج في النهاية بمساعدة كريستين، بيوصلوا لنفق تحت النهر، واندا بتجري وراهم لحد ما وصلوا لنهاية النفق. واضطر دكتور سترينج انه يغرق واندا عشان يعطلها شوية، وعن طريق الساعة الهدية اللي كان واخدها من كريستين قدر يفتح البوابة، ودخلوا فضاء ما بين الأكوان المتعددة، ووصل لكتاب في شانتي. لكن واندا وصلت في النهاية وقدرت انها تحرق كتاب في شانتي، وبتاخد امريكا للكون بتاعها، وبتودي دكتور سترينج وكريستين لكون تاني مختلف تماما. واللي بعد ما دخلوا الكون ده اتفاجئوا ان هو عبارة عن كون مريب جدا، واللي ابتدت كريستين تقول لدكتور سترينج ان هم لازم يدوروا على الساحر بتاع الكون ده. وبدأوا فعلا انهم يدوروا عليه، وقدروا ان هم يوصلوا للقصر بتاعه، ولاحظوا ان في حد في القصر بيبص عليهم، وكان دكتور سترينج بتاع الكون ده. وبيقرر هنا ستيفن انه يدخل القصر لوحده عشان يقابل النسخة التانية منه، واللي بعد ما وصله وهو عايش في مكان مريب ابتدى يقنعه في الاول ان هو واحد منهم من الاكوان المتعددة. لكن دكتور سترينج اكتشف حاجة غريبة، ان مع النسخة بتاعته موجود كتاب دارك هولد بتاع السحر. وابتدى كمان انه يسمع منه كلام غريب، انه قال له ما جالكش قبل كده في الاحلام ان في حد من النسخ بتاعتنا بيموت او بيتزق من على السلالم وبيقع وبيموت؟ انا اللي كنت بعمل كده، وكنت بريحهم من التعب اللي هم فيه، وان انا لازم احصل على كريستين سواء في الكون بتاعي او في اي كون تاني. فابتدى دكتور سترينج يقول له انا لازم اخد منك كتاب دارك هولد عشان اقدر اساعد بيه امريكا واقدر ارجع للكون بتاعي. قال له انا ممكن اديهولك في مقابل حاجة واحدة بس، تسلمني كريستين بتاعة الكون بتاعك. وطبعا ده اللي هيرفضه سترينج عشان تقوم ما بينهم معركة شرسة جدا، وكل واحد فيها بيستخدم النوتة بتاعة الميوزك اللي موجودة، وبيستخدموا الحروف بتاعتها عشان يقدروا انهم يحاربوا بعض.
وفي النهاية دكتور سترينج قدر ان هو يهزم النسخة التانية منه، وقدر كمان ان هو يحدفه بره القصر عشان يقع على الاسياخ الحديدية اللي موجودة ويموت، وكريستين تشوف العين التالتة اللي موجودة فيه، وطبعا بتنفزع جدا لما بتشوف ده. وبعدها بتطلع كريستين لستيفن عشان تسأله عن اللي حصل، وبتتفاجئ ان بقى معاه كتاب دارك هولد، وانه كمان ناوي انه يستخدمه، وقالت له ان كل النسخ من ستيفن واحدة. قال لها ان هو لازم يعمل كده عشان ينقذ امريكا من واندا، وانه لازم يستخدم التعويذة اللي موجودة في الكتاب عشان يقدر يوصل للكون بتاعه. قالت له لكن هيحتاج لنسخة حية منه موجودة في الكون عشان يقدر انه يتحرك من خلالها. قال لها مش شرط انها تكون حية، وافتكر النسخة منه اللي قام بدفنها، وقدر ان هو يستخدم الجسد بتاعه عشان يبقى فامباير دكتور سترينج، وانه يوديه لنفس الجبل اللي موجودة فيه واندا، واللي بتحاول انها تاخد قدرات امريكا منها. وفي نفس الوقت وونغ نفس الكلام بيحاول ان هو يطلع تاني للجبل عشان ينقذ امريكا. لكن ستيفن اكد على كريستين انه هيحتاجها عشان تنقذه من الملعونين اللي هيحاولوا ان هم يستغلوه بمجرد ما يستخدم الكتاب. وفعلا ده اللي حصل بمجرد ما استخدم الكتاب وحاولوا يسيطروا على الجسد بتاعه، لكن كريستين قدرت انها تنقذه، وقالت له ان هو لازم يستخدم الارواح دي عشان يقدروا انهم يساعدوه. وفعلا بيحاول ان هو يعمل ده، وقدر انه يتحكم فيهم. وبقى نسخة سترينج اللي موجودة في الكون بتاعه بتحاول انها توصل تاني للجبل بمساعدة الارواح دي، وقدرت مع وونغ ان هم يقدروا يطلعوا لقمة الجبل، ويقدر يهاجم ووندا من جديد، واللي قال لها انها مش هتقدر تقتله المرة دي. وحاول انه يوجه الارواح اللي معاه انها تسيطر على ووندا، وطبعا ده كان بمساعدة وونغ. وونغ هنا اضطر انه يقول لستيفن انه لازم يسيطر على قدرات امريكا بدل ما تاخدها منها ووندا. امريكا حست ان دكتور سترينج هيرجع تاني لنسخته القديمة اللي كانت موجودة، وانه عايز ياخد قدراتها، لكن قال لها ان ده مش هيحصل، ولازم تثق في قدراتها هي، وهي الوحيدة اللي تقدر انها تهزم الساحرة، وتقدر تتحكم في قدراتها وتروح اي كون هي عايزاه. وده كان اتفاق ما بينهم. وفعلا هنلاقي ان واندا قدرت انها تتحرر من وونغ ومن دكتور سترينج، وهتلاقي ان اللي بيتصدى ليها امريكا، واللي بيبتدوا الاتنين انهم يوجهوا الضربات لبعض، لحد ما واندا بتسيطر على امريكا عشان تخدعها امريكا وتوديها للكون اللي موجود فيه نسخة منها مع اطفالها، وبتعرفهم على حقيقتها وانها ساحرة. واضطرت هنا واندا انها تبعد امهم عنهم، وهتلاقي ان الاطفال كارهين وجودها وعايزين امهم الحقيقية تفضل معاهم. وهنا هنلاقي ان نسخة واندا بتحاول انها تتكلم معاها، وبتقول لها انها فعلا هتقدر تحافظ على الاولاد بيلي وتومي، وهتوفر لهم كل الحب اللي تقدر عليه عشان تقتنع واندا بكلامها. وهنا امريكا بترجعها للكون بتاعها، وبتعرفها حقيقة النسخة بتاعتها اللي موجودة في الكون التاني مع الاطفال. ودكتور سترينج هيطلب من امريكا انها تمشي من المكان دلوقتي حالا. وفعلا هنلاقي ان واندا قررت انها تدمر الجبل كله واي كتاب سحر اسمه دارك هولد في كل الاكوان، عشان خاطر تمنع اي حد انه يقدر يستخدمه. وفعلا عملت كده، وطبعا ضحت بنفسها مقابل انها تدمر الكتاب وتدمر الجبل اللي مكتوب فيه الكتاب. وبنلاقي ان دكتور سترينج لسه موجود في الكون اللي موجود فيه مع كريستين، واللي قال لها قبل ما يفارقها انه بيحبها في اي وقت وفي اي كون، وبيحبها في كل الاكوان. وبعدها بيرجع طبعا للكون بتاعه مع امريكا ومع وونغ، واللي بيودع امريكا وبيودع وونغ، وبيرجع لطبيعته ولحياته، وبيصلح الساعة بتاعته، وبيصحى من النوم بينزل الشارع عادي جدا. وبنتفاجئ ان اثار التعويذة اللي عملها لسه موجودة، وان دكتور سترينج بقى عنده عين تالتة. وفي نهاية فيلمنا بنلاقي ان سيروم بتيجي لدكتور سترينج وبتقول له انه لازم يصحح اللي حصل، وفعلا بيستخدم عينه التالتة الجديدة عشان يقدر انه يروح معاها للبعد المظلم عشان يصححوا اخطاء التعويذة اللي حصل. وكمان في مشهد تاني في النهاية لعامل البيتزا بعد ما التعويذة بتاعته انتهت وبطل يضرب في نفسه. لو عجبتكم الحكاية ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناة، وفي نفس الوقت هتلاقي في الديسكريبشن اللينك بتاع ملخص فيلم سبايدر مان نو واي هوم، واللي لازم تتفرج عليه عشان تقدر تفهم احداث فيلم دكتور سترينج.